طيب الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تشييد السد الشقوط في ضحية قلعي إدارة الإقليم الأوسط. مشروع قرصة الزراعية يشهد نموا ملموسا في تربية الماشية. تنظيم جولة تفقدية لتبادل الخبرات الزراعية في مديرية السجنيتي. رئيس النيجر يتهم قوى غربية بدعم الإرهاب في الساحل. بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى السفراء. معطل وإصابة المئات في زوبعة بجنوب البرازيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم تسجيل السد الشقوط في إدارة ضاحية قلعي بالإقليم الأوسط يوم 6 من نوفمبر الجاري بحضور قائد قيادة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيليب أوسوالد يوهانس، والذي تم إنشاؤه بتعاون إدارة الإقليم الأوسط ومشاريع عد هالو وشركة سكن للإنشاءات ووزارة الزراعة وأعضاء قوات الدفاع الإريترية بكلفة بلغت أكثر من 8 ملايين ناف. وأفاد مسؤول فرع البنية التحتية للزراعة المهندس إبراهام دانييل أن السد تم بناؤه بارتفاع 10 أمتار وعرض 72 مترا لتصل سعته التخزينية أكثر من 83 ألف متر مكعب من المياه، مما يمكن تنمية 8 هكتارات. وشكر مدير مديرية قلنفحي السيد محاري يوهانس الجهات والأفراد الذين ساهموا في العمل، مشيرا أن السد سيحل مشكلة قلة المياه في المنطقة. وأكد قائد وحدة قوات الدفاع التي شاركت في العمل أن العمل الذي جرى لمدة 5 أشهر مكنهم من اكتساب خبرة لا يستهان بها، مما يسهم في فعالية عمل الوحدة في المهام التنموية التي تنجزها مستقبلا. وأوضح المدير التنفيذي العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت تولد برهان بدوره أنه تم الانتهاء من تشييد سدود قلعي معصو وتمامعو وأفديو وعدقي ودرفة وعرب الربع وسنجبلق، حيث بدأت تلك السدود تقديم الخدمات، فيما لا يزالان سدي عد حوشا وصالوت قيد الإنشاء. وقدمت في الختام الشهادات التقديرية للمؤسسات التي ساهمت في بناء السد. تقع ضحية قلعي التابعة لمديرية قلنفحي بالإقليم الأوسط على بعد حوالي 11 كيلومتر شرق العاصمة أسمرة، ويعطونها أكثر من 540 نسمة. قال مسؤول تنمية الثروة الحيوانية في مشروع قرصة الزراعية السيد كبرام قبرو إن برنامج تربية المواشي يحقق نتائج مشجعة. وذكر السيد كبرام لدى إفادته لوكالة أنباء إرينا أن تربية المواشي تحظى باهتمام كبير إلى جانب برامج التنمية الزراعية الأخرى، مضيفا أن الأبقار والأغنام والإبل التي يتم تربيتها بالرعاية المناسبة تباع للمجتمع والمؤسسات الحكومية المختلفة بأسعار رمزية خلال الأعياد الدينية. وأضاف أن أعداد الماشية والأغنام تتزايد من وقت لآخر نتيجة وجود كميات كافية من المياه والأعلاف الإضافية في المشروع، مع توفر إخصائيين ماهرين في تربية المواشي. وأكد السيد كبران في ختام حديثه لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن عملية تربية الماشية في مشروع قرصة الزراعي تركز بشكل أساسي على إنتاج اللحوم، وأن السلالات الموجودة هي سلالات عالية الإنتاجية من الحليب واللحوم، وأنه يتم العمل على زيادة أعدادها مستقبلا. نظمت جولة تفقدية لتبادل الخبرات الزراعية يوم 6 من نوفمبر الجاري بمناسبة يوم المزارع في مديرية السجنيتي الإقليم الجنوبي. وقدم المزارعون النموذجيون في البرنامج الذي شارك فيه 100 مزارع و24 خبيرا زراعيا قدموا خبراتهم المتمثلة في الاستفادة من البذور المختارة والأسمدة والمبيدات الطبيعية بالإضافة إلى مواضيع ذات الصلة. وتفقد الزوار مزارع القمح والشعير والطاف والذرة الشامية التي زرعت بطرق الزراعة المزدوجة، فيما قدمت لهم توضيحات حول تفاصيل عملية زراعتها. وقدم خبير تنمية البذور الشاب تكي تولد إرشادات وتوصيات مهنية حول الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية،
وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية سجنيتي السيد إياس أسفا أهمية تبادل الخبرات والمعاينة الميدانية للتعرف على أساليب الزراعة الحديثة والاستفادة من الأمثلة النموذجية ودراسة كيفية تطبيقها على أرض الواقع، موصيا المشاركين إلى نشر الخبرات التي اكتسبوها إلى المزارعين الآخرين والعمل بجد على توسيع أسلوب الزراعة المزدوجة لرفع الإنتاجية والاستفادة من الفوائد الزراعية المتعلقة بها بشكل عام. كما يتم في غضون ذلك إنجاز برامج تنموية واسعة النطاق بمديرية السجنيتي تستمر لفترة شهرين. وذكر مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج علي أن البرنامج التنموي هذا يتم بمشاركة المواطنين وأعضاء قوات الدفاع وموظفو المؤسسات في المديرية الهادفة للإصحاح البيئي عبر أعمال نظافة شاملة. ذكر المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد مهرة أب في السهية أن الدور المجتمع هو الخيار الأفضل للقضاء على الصعوبات التي تواجه المجتمع وتخفيف معاناته. وأوضح أن قسم الرعاية الاجتماعية يقوم بتنفيذ أنشطته في جميع أنحاء البلاد لتحسين معيشة المواطنين وتنمية الموارد البشرية على أساس مبادئ وسياسات الحكومة الإريترية بناء على تقاليد وثقافة المجتمع وتجارب نضالنا التحرري التي سعت لمكافحة الفقر وتأكيد العدالة الاجتماعية. وأضاف أن دور ومساهمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة كبير ومهم في الجهود المبذولة للتغلب على مشاكلهم وعيش حياتهم باستقلالية. وذكر أنه تم تنظيم حملة توعوية شارك فيها 260 ألف شخص في النصف الأول من العام الجاري لتعزيز نمط الحياة الأسري وتخفيف المعاناة الاجتماعية. وبناء على ذلك تم في النصف الأول من عام 2025 توفير الدعم الأساسي ل 387 أسرة تضم 1378 طفلا، وتوفير اللوازم المدرسية ل 7320 طالبا، وتنظيم التدريب المهني ل 12 طفلا من الأطفال المشردين، وتقديم المساعدة ل 311 يتيما وضحايا فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز. كما تضمنت برامج الرعاية الاجتماعية التي تعمل على دعم المعاقين وتمكينهم الاستفادة منها 249 أسرة في مجمع دندن السكني بتلقي 1800 نقف شهريا، وتلقي 3340 شخصا من ذوي الإعاقة في المناطق دعما شهريا قدره 1000 نقفة. وتم اتفاق أو إنفاق حوالي 30 مليون نقفة في هذا البرنامج في الفترة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك تم توفير المساعدة الاختيارية في التأهيل والتدريب المهني للمعوقين والنساء المحتاجين والشباب إلى جانب كبار السن. وفي النصف الأول من عام 2025 دفعت الحكومة ما مجموعها أكثر من 74 مليون نقفة لأسر الشهداء، فيما تم توزيع ما يزيد عن 4.6 مليون نقفة تبرع بها المواطنون المقيمون بالداخل والمهجر على 997 أسرة من أسر الشهداء. تم تنظيم منتدى تشاوري شارك فيه 33 مديرا المدارس والمدراء التربويين ومسؤولو فروع الوزارات والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية لرفع نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 يوم 7 من نوفمبر بمدينة دبروة. وتناول المنتدى شؤون ضمان الخدمات التعليمية المتساوية والتعرف على أسباب مقاطعة الدراسة ومحاربتها، بالإضافة إلى دعم الطلاب أكاديميا لتحسين الأداء والتحصيل التعليمي التي تركز عليه المدارس نظرا إلى النتائج المبشرة التي سجلت في هذا الشأن. وأوضح مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ سيدروس أبراهام في التقرير الذي قدمه، أوضح أن معدل نجاح الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الصف الثامن الوطنية للعام الدراسي 2024-2025 كان 54% من أصل 3149 طالب شارك فيها، مما سجل ارتفاعا بنسبة 24%
20% من العام الذي سبقه. كما سجلت نتائج الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الشهادة الثانوية لذات العام نموا مماثلا. وأضاف مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتاي كيدانا بدوره الجهود التي تبذل لرفع كفاءة التعليم تسجل نتائج مبشرة، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود للمحافظة على المستوى الحالي والتقدم نحو التميز والتفوق الأكاديمي التام ورفع الكفاءة التعليمية على حد سواء. وذكر مديرية الدبار والسيد فروانجيل تخلا هيمانوت المعلمين والمجتمع على تعزيز مشاركتهم الوعية من أجل تحسين الأداء الأكاديمي والتحصيل العام للطلاب الذين يشاركون في الامتحانات الوطنية. ارتفع عدد الأمهات الخاضعات للمتابعة قبل الولادة في مركز حليب منتل الصحي الواقع في مديرية إهلا برعد. وأفاد مسؤول المركز الصحي بحليب منتل الممرض أفورقي إسحاق أن 40% من النساء الحوامل التي بدأت المتابعة خلال الأشهر التسعة الماضية خضعن للمتابعة الصحية ل4 مرات، وأن 30% منهن خضعن للمتابعة الصحية 8 مرات. وذكر أن جميع الأمهات التي تلقين المتابعة وضعن حملهن في المرافق الصحية ولم تلد أي أم في المنزل. وأضاف الممرض أفورقي أن 52% من النساء الحوامل التي خضعن للمتابعة الدورية حضرن شخصيا مع أزواجهن لإجراء الفحوصات اللازمة. وختم حديثه بالحث على الاهتمام فيما يخص مشكلة النقص في المختبرات والطاقة الشمسية. هذا ويقدم مركز حليب منتل الصحي الخدمات لسكان مناطق حليب منتل وغولو وحسن والشارقي وبسوق. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، اتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قوى غربية بدعم الجماعة الإرهابية المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتنوع ما بين لوجستي ومادي واستخباراتي. رئيس النيجر كان يتحدث أمام جنود في ثكنة عسكرية بمنطقة دوسو جنوب غرب النيجر، حيث قال إن الساحل يواجه منذ أكثر من 10 سنوات انعدام الأمن بسبب خطر الإرهاب الذي تم نقله إلى المنطقة وزرعه فيها، مشيرا إلى أن جهات غربية هي من وجهت الإرهاب ليستقر في دول الساحل. ولم يتوقف رئيس النيجر عند ذلك الحد، بل كشف أن الجماعات الإرهابية تحصل على معلومات استخباراتية من طرف قوى غربية. وأكد أنه منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عامين جعلت من حماية البلاد والدفاع عنها واجبا أخلاقيا لقواتنا، مشددا على أن الدولة لن تدخر جهدا لتوفير كل الوسائل اللازمة لمواجهة خطر الإرهاب. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن البلدين سيستأنفان العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بعد انقطاعها منذ عام 2008. وقال الرئيس البوليفي الجديد خلال اجتماعه مع المسؤول الأمريكي: سنستأنف العلاقات، فيما أوضح الأخير أنه سيتم استئنافها على مستوى السفراء، كما كان ينبغي أن تكون دائما وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل 17 عاما طارد الرئيس الأسبق إيفو موراليس أعلى دبلوماسي أمريكي في البلاد، متهما إياه بدعم مؤامرة خارجية، وردت واشنطن بالمثل. قضى 7 أشخاص على الأقل وأصيب 432 جراء زوبعة ضربت منطقة في جنوب البرازيل وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وتركزت الأضرار في بلدة ريو بونيتو دو غواسو البالغ عدد سكانها 14,000 نسمة وفق الأرصاد الجوية المحلية. وتسببت الظاهرة الجوية في دمار غير مسبوق في المنطقة على بعد نحو 300 كيلومتر من شلالات إيغاسو الشهيرة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية استمرت الزوبعة بضع دقائق، لكنها كانت مصحوبة بتساقط للبرد وبرياح قوية بلغ سرعتها 250 كيلومتر في الساعة.
أطلقت الصين صاروخا على متنه 3 أقمار اصطناعية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، والتي أفادت بأن الصاروخ انطلق من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب الصين. وقالت الوكالة أن الصاروخ نجح في وضع الأقمار الاصطناعية في المدار المخطط له، وأن الأقمار الثلاثة تشمل القمر الصناعي الباكستاني للاستشعار عن بعد بروس 2 إلى جانب قمري إيرسات 3 وإيرسات 4. وتعد هذه المهمة الرحلة التاسعة لصاروخ ليغان 1 الحامل وفق ما جاء في الوكالة. وسابقا أعلنت الصين أنها أطلقت 18 قمرا اصطناعيا للاتصالات من مقاطعة شانشي الشمالية بواسطة صاروخ من طراز لونج مارش 6A من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ووصلت بنجاح إلى مواقعها المدارية المخطط لها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بذكر أهم وأبرز العناوين. تشييد سد الشقوات في ضاحية قلعي دائرة الإقليم الأوسط. مشروع قرصة الزراعية يشهد نموا ملموسا في تربية الماشية. تنظيم جولة تفقدية لتبادل الخبرات الزراعية في مدينة السجنيدي. رئيس النيجر يتهم قوى غربية بدعم الإرهاب في الساحل. بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى السفراء. معطل وإصابة المئات في زوبعة بجنوب البرازيل. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.